الفصل كيبدا بالصيف التقاده والايام الاوائل ديال الخريف وصلوا. لاله زبيده تقلات قفتها وجرات ولدها ومشاو يزوروا لاله عيشه الصديقه القديمه ديالها. دوزوا النهار كامل في دار لاله عيشه وبقاو الصديقتين كيتعاودوا بيناتهم وكيتبادلوا الاخبار ووحده كتشكي على الاخرى. لاله عيشه كانت كتشكي على لاله زبيده المشاكل ديال راجلها مولاي العربي مع الشريك ديالو في الخدمه اللي كان سميتو عبد القادر، بحيث ان هذا عبد القادر كان سلفو مولاي العربي شي فلوس ونكرو وصدق مولاي العربي خاسر محالو وفلوسو غير هكاك. سيدي محمد فاش شاف ماما ولاله عيشه انغمسوا في الهضره استغل الفرصه وخرج كيلعب مع الدراري والبنات اللعبه ديال العريس والعروسه. في العشيه رجع سيدي محمد هو وماماه لدارهم، وفي الليل بقات لاله زبيده كتعاود لراجلها على الاحوال ديال لاله عيشه والمشاكل اللي طرا راجلها مع صاحبه اولا شريكو في الخدمه. سيدي محمد ما كانش مسوق لماماه وباباه ودخل في داك العالم الوهمي ديالو ملي بدا كيتفكر القصص الاسطوريه ديال عبد الله لي بيسي اللي كان كيعاودهم ليه باباه. وهاد القصص هما السبب في كون سيدي محمد عنده خيال واسع وكيبقى يحلم بزاف. الملخص ديال هاد الفصل بالفرنسي غادي تلقاوه في لاباج انستغرام، والكيو سي ام باش تيستيو راسكم واش عارفين الاحداث ديال هاد الفصل غادي تلقاوه في لاشين يوتيوب.